السلام عليكم، حياكم الله. ان شاء الله تكونوا بخير الف خير. نعتذر على هذا طول الغياب تاعنا، ولكن قدر الله ما شاء فعل. الموضوع تاع اليوم على الناس اللي فيها الدين. الموضوع تاع اليوم على الناس اللي تخرج برا عند الناس لان فيها الدين. الموضوع تاع اليوم على الناس اللي تكون قابعه في البيت، تسمع دقات الباب عفوا، تقول هذا الناس اللي سالوني. الموضوع تاع اليوم الناس اللي قسم لها دارها ولا ظهرها الدين. كنت نتمشى انا والاهل تاعي، صادفتني واحد الامراه قالت لي اخي اسمع عيشتك دير الخير وكذا، الله يرضي عليك يعني ما تنساناش من مال الزكاه. قلت لها يا امه هنا مال الزكاه خاطيني وخاطيه، ولكن مال الزكاه ماشي غير شهر، يعني اللي باغي يزكي يدور عليه الحول، ماشي غير شهر. وقالت لي واحد الامور قاطعه يعني من رحمه الله سبحانه وتعالى، ويعني شويه زيرت عليا امام الاهل. حتى اللي الزوجه تكلمت قالت لها يا ودي يعني ماشي اسماعيل يزكي، لكن وسط خير ربما. المهم المراه هذه ما قنعتهاش كلامنا ومشات زعفانه، وكأن المال راه موضوع عندنا وحنا رانا نوزعوا في المال. ويشهد الله سبحانه وتعالى بالك راه عندنا اسبوع الى فطرنا ما تعشوش، وهذه مش نشكي، انما راني نبين الناس باللي اخوكم اسماعيل باهي منكم من الطبقات تاع الفقراء، والحمد لله يا ربي على هذا الفقر. لو كان مشي الفقر ما نشوفوش خوتنا، لو كان مشي الفقر ما نحاسوش بخوتنا، لو كان مشي الفقر ما نجالسوش الفقراء، لو كان مشي الفقر ربما ما راناش في هذا الخير ورانا نبلغوا هذا الدين وهذه المواعظ وهذه القصص الحقيقيه. عندي في العائله تاعي والله العظيم على ما اقول شهيد. استخبرت باللي كان من العائله تاعي امراه تريد تبيع الكيله تاعها، الكلوه تاعها بغات تبيعها. مشيت انا والزوجه وزرناها، لقينا فيها دين نتاع 260 مليون سنتيم جزائري. هذه كيفاش الدين كيفاش جاها؟ بغات تساعد الزوج تاعها مسكين شغار، بغات تساعده، مشات تاجت في الذهب. وهذا الموضوع هذا راه شائع بزاف. داروها بيها وضمنت ناس وداو لها كاع الامور، والان راهم يشارعوا فيها وراه عندها اكراه البدني، يعني ربما هذا الشهر خدي يدوها ويدخلوها الحبس لانها ما عندهاش باش تخلص. هذه فاميلتي، وهذه القصه هذه واقعيه وحقيقيه، وانا درت اونكات، ولكن قدر الله ما شاء فعل. ولكن هذه القصه خليني نحكيها لكم، خليني نقول لكم ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، الله سبحانه وتعالى مطلع على كل شيء، الله سبحانه وتعالى رحمته واسعه فوق كل شيء. ولكن احنا اسكو قلوبنا راه متعلقه بربنا بارئنا وخالقنا ورازقنا، ولا متعلقه بالاسباب. اخ يروي القصه تاعه يقول ربي وفقني وبنيت، درت هكا بنيان، ويعني ما كاش لي يبني وما فيش الدين. كان زوج تاع الناس يسالوني وعطاوني مهله، قال لك سبحان الله حتى وصلت ما قدرتش باش نتعشاني انا في الدين. حتى يوم من الايام جاني اتصال قالوا لي بلي الاب تاعك راه على فراش الموت، ولكن كنت سكن بعيد على المكان تاع الاقامه تاع الاب تاعي، لازم نروح بالسياره مسافه 12 ساعه طريق او بالطائره. الزوجه تاعي قالت لي ما تزورش الاب تاعك، قلت لها ما عنديش باش نزور الاب تاعي وراه بيجيب المال. مشات الزوجه تاعي باعت الحلي تاعها ولا الصور تاعها من الذهب وجابت لي المال. قلت لها يا فلانه ما جبتي المال؟ قالت لي راني بعت انا الصور تاعي. قلت لها بارك الله فيك الله يجازيك. رفدت هذاك المال وتوجهت وشريت يعني البي تاع الطائره، وسبحان الله كان باقي واحد نصف ساعه على اقلاع الطائره، وجات في قلبي نصلي صلاه الضحى. صليت صلاه الضحى وطولت ودعيت الاب تاعي، وسبحان الله لما رجعت قالوا لي ان الطائره قد اقتلعت، يعني قلعت. وزعفت وتنرفيت، شافني واحد الانسان، قلت له عندي الاب تاعي فراش الموت، دخلوني على المدير تاع هذاك المطار، قال لي باللي من على ساعتين كاين طائره متوجهه الى نفس الوجهه، ولكن كما نقولوا كاين بريمير كلاس دوزيام كلاس، عفوا على الهضره بالفرنسيه. قال لي ولكن الرتبه الاولى تزيد المال. قلت له ودي اللي راه عندي نمده لك، غير ديني وجمعني ونروح نشوف الاب تاعي قبل ما يموت. خلصت وجلست في المرتبه الاولى بريمير كلاس، وقلبي على جمر كيفاش نلحق على الاب تاعي قبل ما يموت، والاعمار بيد الله سبحانه وتعالى. جالس وانا في هم، جالس وانا في كرب، جالس والمال اللي كان عندي يعني صاي ضيعته، ما عنديش حتى باش ندخل دواء ولا حاجه للاب تاعي. جلس حدايا واحد الشخص، السلام عليكم شكون انت وكذا، ذكرنا وتفاهمنا وكذا الحمد لله. وكان جالس معنا واحد الانسان من المشاهير، من صناع المحتوى، والناس كاع يعرفوه. واش دار في الانستغرام؟ دار مباشر وبدا يصور رانا في البريمير كلاس، هاي الماكله تاع البريمير كلاس، هاي الجلسه تاع البريمير كلاس، هاي الهيئه تاع البريمير كلاس، هاي الهمه تاع البريمير كلاس، ويصور ودير مباشر. سبحان الله حتى رانا الهاتف الطياره عاد ما قلعتش.
اللي رن عليا الهاتف انسان يساني المال، ردت عليه واللي راه جالس حدايا راه يشوف. السلام عليكم لاباس؟ قال لي وراك؟ قلت له راني في الطائره. قال لي نسالك المال وانت جالس بريمير كلاس؟ نسالك المال بيناتنا دين وانت ماشي تحوس؟ قلت له يا اخي دوك نفهمك. قال لي ما تفهمني نفهمك، كي توصل الوجهه تاعك زفت لي المال تاعي. اجلست، ما هي الا لحظات حتى تصل بي الانسان التالي لساني المال. السمع على فيكم الدين. قال لي راك بريمير كلاس؟ قلت له نعم. في الطائره الفلانيه؟ قال لي نعم. قال لي راك مقلش؟ قلت له ودي مانيش مقلش. قال لي ابدا، اعطيني مالي اليوم قبل غدوه. قلت له وين عرفت؟ قال لي يا ودي السيد راه جالس حداك، راه داير مباشر مشهور، حتى شفناك جالس قايس روحك في الطائره. قال لك جلس وراه جالس حدايا، شاف كاع المحادثات وشاف كاع الامر. مشيت عندك الانسان اللي دار المباشر، قلت له ودي جيتك بالله، درت لي مشكل كبير، راه عندي الاب تاعي راه مريض، بينت له كاع الحال تاعي، اعتذر مني وسيبريما هذاك المباشر. ولكن الناس يسالوني، شافوا حكموا عليا بالمظاهر انني راني ماشي نحوس وراني بريمير كلاس، ما على بالوش بلي الطائره تاعي ضيعتها وهذه الزوجه وخلص عليها المال. قلعنا بالطائره واللي كان جالس حدايا سالني وكذا وحكيت له والامور. سبحان الله قلعت الطائره حتى جا واحد الانسان سلم على الانسان اللي كان حدايا، قال له اسمح لي جيت متاخر وما لقيتش يعني بالجمع معاك ونجالسك كيما مداري، وراني مجمع في الدوزيام كلاس المرتبه الثانيه. انا نط، قلت له ودي روح جمع معاه وجلس معاه وهذا حبيبك، وعندنا قرابه 4 سوايع تاع طائره. وقلت له انا والله مشيت تاع بريمير كلاس والحال تاعي راه يعرفك، اللي يعرف الزميل تاعك، اروا جلس في المكان تاعي. خليت المكان تاعي ومشيت. مشينا وجلست واستغفرت ووصلنا الوجهه تاعنا، زلنا بالطائره حتى لقيت هذوك زوج تاع الناس ينتظروا فيا، اداو الرقم الهاتف تاعي والعنوان، قالوا لي قبل يسالوك على الاب تاعك. مشيت لقيت الاب تاعي رياح واسترحت معاه مده 4 ايام، حتى جاني اتصال مع دوك الناس اللي خليت له المكان تاعي في الطائره. فلان بن فلان، قلت له دعم. قال لي الله يرضي عليك راه عندنا واحد الحفله وراه عندنا واحد هكا كالعرس، لا كان تشرفنا وما كانوش بعاد على الاقامه تاع الاب تاعي. قلت لهم والله ماني قادر. قالوا لي يا ودي حنا غادي نجي ندوك بالسياره. زيفطوا لي سياره شوفير، رفدني وداني. حقيقه كان هو عرس، تلاقيت قرابه 12 انسان واقف في دقيقه راح فيا انا. هذا سلم عليا، هذا يحتضن فيا، وهذا فرحان بيا. انا ما فهمتش يعني هادو الناس ما نعرفهمش، نعرف غير هادوك زوج اللي كان جالس حدايا واللي خليت المكان تاعي. اسمع يا اللي فيك الدين. لما جلسنا وواحد الشيخ دار هكا، دار واحد الكلام في كلام الدين والايمان، وما شاء الله كلام زين ما شاء الله. حتى ناض الانسان اللي كان جالس حدايا، قال لهم انني احب هذا الانسان في الله. قال لهم خلي يقول لكم انا نحبه. الحاجه الاولى هو ما عندهش مال، ومشى بعد ذهب تاع الزوجه تاعه ومشى يرقب على الاب تاعي يعني زيارات الرحم. قال ثانيا خلى المكان تاعه للرفيق تاعي بلا ما يعرفه وما داش عليه المال. ثالثا فيه الدين، وكي يعيطوا له ناس الدين يرفد عليهم. حنا اللي سالك ما ترفدش عليه، اللي سالك ما تفوتش في الطريق اللي يفوت فيها، اللي سالك تبدل كاع القش تاعك ولا باش ما يشوفكش. قالوا هذا انسان فيه الخير وفيه الصلاح ومتربي. وقال من هذا المنبر رانا نايمنا له مبلغ كذا وخدي نمدوه له لله في سبيل الله. هما كانوا كاع وجهاء كاع بخير عليهم. يقول بالعاميه الجزائريه، هذه الصلاه في بلد عربي مسلم اخر، قال كانوا يسالوني 60 مليون سنتيم جزائري، لايموا لي 135 مليون سنتيم جزائري. مشيت ورديت الدين لمواليهم، وخليت القليل من المال للاب تاعي باش ربي يشري الدواء تاعه. ورجعت عند الزوجه تاعي وشيت لها الصور تاعها وزدت لها الحولي، وبقى لي تفتوفه في جيبي، وراني نصدق بها وراني في الاعمال الصالحه. شكون اللي قلع الطائره وهو كان يصلي؟ شكون اللي جاب له المكان في البريمير كلاس؟ شكون اللي جلسه وجمع هذا الانسان؟ وشكون اللي لاقاه مع هاد الناس؟ وشكون اللي مرض الاب تاعه؟ هو الله الواحد الاحد القادر على كل شيء. وكل امرك لله سبحانه وتعالى. شوف عجب العجاب، لا فيك الدين وي باش تخلص ربي يخلي يعينك ويحط فيه البركه، ولا ماكش باغي تخلص وترتقها للناس وكذا، هذا مشكل كبير. هذا حكيت لكم يعني على هاد الناس راهم يقصدونا ويدقوا بابنا. والله العظيم يعني حنا كيفكم، حتى حنا راه فينا دين، حتى حنا راهم يسالونا الناس، حتى حنا رانا نتمشوا، ولكن الحمد لله يا ربي دير النيه باش نردوا الدين لمواليه. الناس شافوا فينا الخير، حسبوا بنا عندنا المال ولا وساطه خير باش نوزعوا الزكاه وكذا. والله العظيم ليس لنا علم. ماشي غادي يجي عندي واحد يقول لي ودي بين نخلص الدين وانت هذيك الامراه فاميلتك قولها لا، ما نقولهاش لا، نوريه ونعتها له وديه. المراه باغي تبيع كلوه تاعها، المراه هذه مسكينه عندها اكراه بدني، الزوج تاعها مسكين راه يطيح وينوض. والله العظيم يعني
مشي طلقها وخلاها، قال لها بغات تعاوني، عاش طردوها لها وخلاوها مسكينه يسالوها الناس، وراه عندها الاكراه البدني ب 260 مليون. مثل هذه المراه كثير، مثل هاد الناس كثير، الناس الوجهاء اللي ربي كرمها بالمال وراهم اغنياء، يعني مشي حقيقة تجي على اليتيم وعلى الفقير وعلى المريض، ولكن كيجي عندك واحد مديون ما تقولهاش بلي اليتيم قبلك ولا الفقير قبلك ولا المريض قبلك. والله يا المديون راه في حالة، والله يا المديون راه في كرب، والله يا المديون راه هم في الليل وحشمه في النهار، والله يا المديون سعداته، وربما الله اعلم هو باب الى الجنه اللي يعاون الانسان مديون. عاونوا الناس، كونوا مع الناس، ووقدوا حوائج الناس، وابتغوا الاجر من الله سبحانه وتعالى. وتاكد اذا تخلص الدين تاع مديون ما نقص مال من صدقه، بالعكس ربي يضاعف الاضعاف مضاعفه. واللي راه مريض واللي راه مهموم حوس على واحد مديون، وكان غير في محل المواد الغذائيه تخلص كريدي تاع الدين وتاع الناس ولا الدين ولا الناس اللي سالوهم، عندك خير كبير. فما بالكم هذه امراه باغي تبيع الكلوه تاعها، باغي تبيعها لان عندها اكراه مدني هذا الشهر باش تخلص هذا الدين تاعها، ما تدخلش هي الحبس وراجلها ووليداتها مساكين مغبونين. حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. اللي مهموم ربي يفرج عليه، اللي مكروب ربي يفرج عليه، اللي راه مريض ربي يشافيه، اللي راه يسال على الذريه اللهم ارزقه الذريه الصالحه تقول به عينه، واللي راه فيه الدين ربي يقضي عليه الدين، وربي يساعده ويكون معاه ويسخر له الناس يعاونوه ويكونوا معاه، والله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. حفظكم الله ورعاكم، جزاكم الله خيرا. سامحونا طولنا عليكم، ولكن هذا هو الحال. سلام.